سؤال عن الزكاة. ما ذكرتش هي واش زكاة الفطر ولا زكاة المال على أين. كتقول سيدة الله يحفظكم، حنا بغينا نعطيو زكاة لخويا ولكن هو عايش مع مرا بلا عقد، واش هكا غادي نشجعوهم على أنهم يبقاو عايشين في الحرام بزوج؟ مسألة العقد هذا موضوع آخر. مسألة الزكاة يعني إذا كان الأخ ديالك فقير ومن أهل المسكنة ومن أهل الفقر وما عندوش القوت ديالو، كيكسب القوت ديالو بمشقة نفس بالكاد في اليوم، يلا كيلقى داك سميتو، نعم أعطيه. ولكن تنقول ليه أخي الكريم باش يبارك لك الله تعالى ويسهل عليك الله تعالى، سير أخويا دير العقد ديالك، راك أنت الآن في الحرام، راك تتعيش في الحرام، أنت راك عايش في الحرام. الإنسان اللي ما دايرش العقد ديالو كنستني الناس اللي داروا مثلا الشهود وعطاها المهر والاب ديالها والوالي ديالها الموافقه وكذا الى اخره، ولكن عندهم ظروف، ربما شي ظرف من الظروف الله اعلم، كنستنيوهم ورغم ذلك كنقول لهم سيروا ديروا العقد ديالكم، لان العقد من الشرع، لان العقد يضمن الحقوق. واش يرضيك يا اخي الكريم انك تبقى على الشيء ديال الحرام؟ وكيفاش بغيتي ربي يبارك لك ويعطيك رزق ويسهل عليك وانت غارق في الحرام؟ لا، من الامور اللي غتجلب لك الحلال والرزق وهذاك توثق ودير القاغ ديالك، لان الزواج لما كيكون بالشروط ديالو بالاركان ديالو، ربي انت درتي النص اللي عليك، ربي كيتكلف لك بالنص الثاني. جربوا هذه الله يجزيكم بخير. الزواج راه كيسهل فيه، ملي كتزوج كيسهل، كيفتح لك ربي البيبان ديال الخير، خصوصا الا كانت يعني تنقولوا المراه ذات سعد وذات يعني تبارك الله تكون يعني ربي ميسرها في الطريق ديالها، كيتحلوا البيبان الكبار والرزق والى اخره. فسارع الى توثيق عقدك، غادي يدير لك سيدي ربي البركه. اما بقاؤك على الحرام حرام يا اخي الكريم. الله يهدينا ويرد بينا جميعا.